أهلا بيكم. الناس اللي عندها السكر بتروح لدكتور، والدكتور بيكتب له أنسولين أو دواء أقراص ولا حاجة، وبعدين يقول له لازم تصاحب المرض. ده دكتور بليد وما بيفهمش أي حاجة في الطب ولا فلسفة الطب. هو أنا بعالج إيه؟ مش بعالج زيادة السكر في الدم وفي المية؟ إزاي أصاحب عدوي؟ تقول لي صاحب السكر، أصاحبه إزاي يعني؟ حد يمشي مع عدوه ويصاحبه؟ لا يا حبيبي. انا ازاي اقضي على السكر في جسمي، سواء في الدم او في الميه، بحيث ان انا ما اذيش او اضر باقي الاجهزه في الجسم. يعني دكتور ضح موافي بيقول ان المخ يستهلك 8 كيلو سكر لوحده، ان هو بيحتاج السكر، وان بقيه الجسم بيحتاج 8 كيلو سكر. يبقى الجسم بيحتاج ربع كيلو سكر في اليوم. نعمل ايه؟ يبقى احنا نستخدم السكر. عندك 8 كيلو سكر العب فيه زي ما انت عايز، وعندك تحولات الكربوهيدرات والاكل التاني بيتحول ل 8 كيلو سكر تاني. انت محتاج ايه اكتر من كده؟ يبقى انا انظم اكلي، ومش هصاحب السكر، والسكر هينزل. انما اجي يكتب لك انسولين وتاخد الانسولين وتعيش على الانسولين، ويقول لك هتموت انك ما خدتش انسولين، تقعد تدور عليه في السوق، واللي تلاقيه بايظ واللي تلاقيه مش عارف ايه. يعني تفضل متحير هتاخد الحقنه فين من كتر الحقن والشكشكه. لا، ما فيش حاجه للابد. يبقى الاخ الدكتور اللي بيقول لك صاحب المرض ده راجل، لا مؤاخذه انا مش عايز اشتمه، يعني ده يستحق السب والشتم، بس احنا مش هنقول عشان يعني ما حدش يجري ورانا في المحاكم. فالسكر مرض زي أي مرض. أنت بنظامك الغذائي، بالطيبات بالمباركات بالعقل والمنطق، شوف يا حبيبي الأكل اللي أنت بتاكله، حتى لو كنت فقير دوق. يعني بيقول لك لو هتاكل بطاطس، تاكل أي خضار، أي حاجة، واخد بالك، بعيد بقى عن الطيبات والمباركات والكلام ده كله. هنقول هنستخدم العقل. عقل بس ان انا ازاي اقضي على المرض. اصل طالما ما فيش سكر وقضيت على السكر بالنظام الغذائي، فانا مش محتاج انسولين ولا اقراص ولا اي حاجه خالص. ومعيش بقى يعني الغربه والوحشه اللي هو الدكتور الاخ البليد اللي يقول لك صاحب المرض. يعني مش هنقدر نمشي على يعني خط سكه حديد على طول الخط. لا، لازم نحود شمال ويمين. نركب عربية، ما نركبش القطر عشان ما نركبش فوق القضيب، يخلينا نمشي في طريق واحد فقط. وادي ظهرك للدكتور البليد ده، وطلع لسانك للمرض، وقول له عليك واحد.